أعلن دكتور محمد هاني الناظر نجل استشاري الأمراض الجلدية الشهير دكتور هاني الناظر إصابة والده الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث بخلايا سرطانية، مطالبا المتابعين بالدعاء له. اشتهر هاني الناظر بمساعدته للعديد من المرضى غير القادرين من خلال تبني الحالات التي تحتاج للعلاج، خاصة النادرة منها التي تتطلب رعاية فائقة، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي وتقديم رعاية واستشارات طبية مجانية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هاني الناظر هو أستاذ وباحث بشعبة البحوث الطبية في المركز القومي للبحوث منذ عام 2009، ويعتبر أول من اكتشف وبدأ برنامج علاج مرضى الصدفية في سفاجة بالبحر الأحمر عام 1993. شغل هاني الناظر عدة مناصب في المركز القومي للبحوث، وهي مساعد باحث بقسم علم الأدوية عام 1976، ومدرس مساعد في ذات القسم عام 1980، وباحث في عام 1985، وأستاذ باحث عام 1990، ورئيس للمركز بين 2001 و2009. نال هاني الناظر العديد من الجوائز، منها جائزة التقدير العلمي من المركز القومي للبحوث عام 2009، وجائزة العام من رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة وكندا عام 2005. كما حاز على تكريم ودرع أكاديمية البحث العلمي في عيد العلم عام 2007، وعلى تكريم درع كلية طب القصر العيني من جامعة القاهرة عام 2005، وتكريم ودرع جامعة عين شمس عام 2004، وتكريم ودرع كلية الدفاع الوطني وأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2002. حصل على دكتوراه في النباتات الطبية عام 1985 من جامعة القاهرة، وماجستير في الأمراض الجلدية والتناسلية عام 1987 من جامعة عين شمس، وماجستير في النباتات الطبية عام 1979 من جامعة القاهرة، وبكالوريوس في الطب والجراحة عام 1981 من جامعة عين شمس. كشف دكتور محمد الناظر آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر، الذي يرقد الآن في المستشفى، قائلا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إن والده هاني الناظر كان يعاني من صداع متزايد منذ أسبوع، تعرض على إثره إلى وعكة صحية مفاجئة، مضيفا في منشوره: الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة. وتابع ابنه حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، وهو صحيا تعبان جدا ورائد في السرير في المستشفى ومحتاج الدعاء بشدة.